ازيك؟ اتأخر عليها 3 ساعات وعملت له المحمر والمشمر كله، ووقفت من أول اليوم لآخره في المطبخ ومعاها المساعدة بتاعتها، وهو ما سابهاش لحظة وساعدها، وشكلها كده هتنافس أمها لومي. تقى ماهر بقت ست بيت وبتتعلم الأكل علشان خطيبها أحمد. يا ترى إيه اللي حصل؟ وإزاي كان رومانسي؟ وهل فعلا الأكل حلو ولا كان بيطبل لها؟ وهل فعلا هتنافس لومي لومة؟ كواليس ومفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. معاها ناني مساعدة بتساعدها في المطبخ، ووقفت عملت الأكل بنفسها علشان تأكل خطيبها من إيديها وتثبت له إنها ست بيت شاطرة وهتنافس أمها في المطبخ. تقى ماهر بقت ست بيت شاطرة ولهلوبة وبتتعلم كل الأكلات اللي أحمد خطيبها بيحبها. كل مرة بيجي ليها بتحاول تبهره وتأكله أكلات ووجبات من إيديها، وماشية بقاعدة أقرب طريق للراجل هو معدته، وكل مرة بيجي فيها لازم ينبهر بالأصناف الأكل، الأشكال والألوان. تقى ماهر عملت لخطيبها أكل في الفرن البلدي الفلاحي اللي في الجنينة عندهم، وأول ما دخل من البيت حس بنفس تقى في المطبخ، وفعلا كانت عامله له مفاجأة بإن أكل اليوم كله بالحلو هي اللي هتعمله بنفسها وبإيديها، ومحدش هيساعدها غير المساعدة بتاعتهم بتلم المواعين والأكل من وراها. أحمد كان طاير من الفرحة إن خطيبته عامله له الأكل بنفسها، وإن كواليس اليوم من أول ما جه لآخره برعايتها هي وبس، وعلشان عايزة تعمل له يوم رومانسي وياكل من إيديها هي لوحدها. الغريبة إن أحمد مش زي أي راجل مصري وانتقد أكلها أو قال ناقصه إيه، لكن هو بكل حب ومشاعر قعد يطبل لها في كل خطوة وهي بتطبخ. الأكل كان قدامه وقعد يغني لها ويسقف لها ويطبل على رخامة المطبخ، وما كانش مصدق نفسه إن خطيبته هتروق عليه كده، رغم إنه اتأخر عليها 3 ساعات بحالهم وهي كانت في انتظاره، إلا إنها قالت المسامح كريم، وفضل واقف جنبها وبيساعدها وما سابهاش لحظة واحدة طول ما هي في المطبخ، وكان بيشجعها. تقى بقت ست بيت شاطرة ولهلوبة وعملت لخطيبها وليمة بشاميل وسلطات وبانيه وجلاش ورقاق، وده غير إنها ما رضيتش تشتري حلو من بره وقررت هي اللي تعمل الحلو بنفسها، وكانت المفاجأة هي تورتة شوكولاتة، وكانت دورين، ولومي لومة أول ما شافتها انبهرت وقالت لها دي أحلى من اللي أنا بعملها وأحلى من تورت المحلات الكبيرة. وأحمد كمان انبهر وما كانش مصدق شطارة خطيبته وإنه خلاص بقى في إيد أمينة وعرف يختار صح. أحمد كان عايز ياخد باقي المكرونة البشاميل يروح بيها من حلاوتها، وتقى كانت طايرة من فرحتها إن الأكل عجبهم، وباباها كمان كان فرحان بيها. واللي ما يعرفش فتقى اتخطبت لأحمد إبراهيم، واللي كانت دايما بتقول عليه عزيز، وطلع في الآخر أخو التوأم سلمى وروان إبراهيم. وساعتها الكل فرح بإن عيلة لومة وعيلة التوأم هيبقوا نسايب، بس روان صاحبتها الأنتيم كانت خايفة لحسن يخسروا بعض بسبب العلاقة دي، لكن بالعكس ارتباطها بأخوه قوى العلاقة وبقوا عايزين يقربوا من بعض أكتر، وعملت له في عيد ميلاده بدل العيد ميلاد 3. ومن ساعتها أخدت عهد على نفسها إنها ما تظهرش تفاصيل حياتهم لأنهم اتحسدوا، وساعتها الكل كان ماسك في بعضه لدرجة إنها كانت هتنفصل بعد خطوبتها بكام يوم بسبب الحسد. يا ترى إيه رأيكم في اللي تقى ماهر عملته وهي شيف؟ وتفتكروا فعلا هتنافس لومي لومة وهتعمل يوميات تقى في المطبخ؟ شاركونا في التعليقات.